كنت طفل كنا نلعب طابة بالكرة، فانضربت على اذني هذه بالطابة، يعني صار عندي ثقب بالطبلة نتيجة الضربة، وبعدين صار التهابات. تلك الايام ما كان موجود يعني اطباء يعني، فاثر شوي على السمع مالتي هنا هذه. ردت اصير انه لتعالج طبعا مثل حالاتك وتعالج نفسك ممكن طبعا، لانه بصراحة يعني بصراحة اي انسان عنده مرض ماكو واحد يحس بالالم اللي يعانيه طبعا اذا مو هو نفسه مصاب، بده يلاقي اي حل ليتخلص من المه من مشكلته. بالضبط. من هي احد اهم المقالات اللي انكتبت عن موضوع الشخير وعن طريقه اللي انت طورتها. يعني حبيت انه اكون اول واحد اللي اقدر القى علاج للشخير. يعني احيانا الشخير بيطلع بسيمفونيات مختلفه بالضبط. بودكاست كلام مع سلام اليوم رح ياخدنا برحلة بالذكريات الحلوة مع أحد أهم القامات العربية والطبية في العالم الغربي وأيضا في العالم العربي، وهذا الطبيب والبروفيسور والنطاسي البارع هو له براءة اختراع بعلاج الشخير وأيضاً علاجات متطورة للدوار الدهليزي ومشكلات اضطرابات الرأس والرقبة. اليوم بيسعدني إنه يكون ببودكاست كلام مع سلام الدكتور عبد الهادي الجاسم، استشاري الأذن والأنف والحنجرة، هو أيضاً زميل الكلية الملكية للجراحين في كل من لندن وإيرلندا وإدنبرا، وأيضاً هو رئيس كان واستشاري في جامعة ليفربول ويقوم بعمله إلى الآن، وأيضا هو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية خيرية لمعالجة الذين يعانون من مشكلات متعلقة بالسمع وأيضا الأذن والحنجرة وما يتبع ذلك من هذا المجال. شكرا جزيلا. سلام. خلينا نحكي عن البدايات. ما شاء الله دكتور، كنت عم بقرأ مقالات كتيرة عن حضرتك متعلقة ببراءات الاختراع. ليش اختصيت بالأذن والأنف والحنجرة وحضرتك طول دراستك هي بلندن وبالمملكة المتحدة وبأدنبرا وبأيرلندا أيضا؟ حدثنا عن هذه الذكريات. الحقيقة أنا ولدت في مدينة صغيرة يعني في جنوب بغداد، حوالي 60 كيلومتر جنوب بغداد، اسمها من ناحية المحاويل اللي هي تقريبا 10 كيلومترات من مدينة بابل الأثرية. ما شاء الله. فمدينة صغيرة يعني، وما عندنا أحد طبيب يعني تخرج من ذيك المدينة يعني، فلي الفخر إنه أنا أكون من ابن المدينة، ولي الفخر أن أكون أول طبيب أتخرج من كلية طب جامعة بغداد. فبعد ما أحرزت معدل عالي طبعا بالثانوية العامة، وأنا كان فكرتي أكثر شيء إنه أختص بهندسة الذرة. ما كان عندي واعي، اختصاص جدا صعب يعني. هندسة الذرة. وبعدين كان ذاك الوقت تجينا زمالات من بعض الدول، يعني جتني زمالة من المملكة المتحدة لدراسة هندسة النفط درجة الدكتوراه، ولكن الحقيقة أنا كنت يعني المعدل المفروض المطلوب 75%، أنا كنت حائز على 100%. ما شاء الله. فانقبلت. للأسف الشديد كانت الوالدة الله يرحمها كانت عزيزة عليها جدا، والسبب أنه أنا أصغر واحد بالعائلة والولد الوحيد، وعندي 7 أخوات أكثر من أكبر من عندي، فما كانت تحب أنه تكون، فرادتني أبقى. فاضطريت أنه أغير من دراسة الهندسة أنه أتخصص في مجال الطب. نعم. والسبب كثرة الأمراض الشائعة عن ذاك، والمنطقة مالتنا كانت ما فيها طبيب يعني، كان أبدا ولا طبيب. كان هذا بأي عام تقريبا؟ تقريبا بالخمسينيات والستينيات يعني. فإلى حد تقريبا منتصف الستينيات يعني أو بداية الستينيات يقدروا يقول بدأ يجي طبيب يعني، بس قبل ذاك ماكو يعني. وكان الطبيب يعني موجود يتواجد، بس في حالة إجازة، إذا راح إجازة طبيب ما في أحد طبعا. أيام الأسبوع، نهاية عطلة الأسبوع ما في أحد، وكنت أشوف الناس شلون تعاني يعني خلالها. بعدين فإلي واهش يعني إنه بالطب، وكان الانترست مالتي يعني الواهش مالتي إنه أكون جراح دماغ بس بعدين دخلت الكلية الطبية. عادة من ندخل الكلية الطبية
يعني تخصصت شيء تجي يعني كثير من الاشياء انا اريد اعمل كذا واعمل كذا. بعدين بعد التخرج يعني واتذكر يعني هاي بعد شهاده هاي صوره الى حفله التخرج مالنا، تخرجنا من الكليه الطبيه. هاي الصوره. إيه. فكنا هذا مع الجماعه حتى ذكران الشخصيات اللي اي نعم، هذا اساتذتنا اساتذه التشريع، الاستاذ المشهور واستاذ اخر استاذ فيزيولوجي، وكان زميلي زملائي انا هذا هنا موجود. نعم. وهذا زميلي من اشهر اطباء القلب بالمملكه المتحده الان يعني، وكان معروف هذا الشخص يعني بعلمه. الشخص الاخ من السودان هذا كان من الطلبه الاوائل يعني من السودان، وتخصص في جراحه الدماغ. نعم. وكان رئيس جامعه الخرطوم فتره، وبعدين حتى صار وزير الثوره اعتقد يعني. وبعدين هذه الصوره كنا بالسنه المنتهيه بالكليه الطبيه يعني. هناك طبيبات ايضا حتى يعني وجود والاساتذه مالتنا استاذ الامراض العصبيه موجودين. فكنا يعني في كل سنه نغير. بعدين تخرجنا من الكليه الطبيه كان عندكم استاجات هيك شيء يعني ولا كان استاجات؟ اي. فكنت تخرجنا من الكليه الطبيه، بعدين كملنا الاقامه الدوريه المفروض نسويها. واكو نظام بالعراق انه تخدمين بالجيش لمده سنه مثل ما موجود الصور عندكم في بقيه الدول العربيه، بعدين نروح قرى وارياف. نعم. لمده سنه. فخلال ذاك الوقت تزوجت طبعا انا، تزوجت زميلتي وياي كانت موجوده يعني، اللي اعتز بهاي الصوره كانت مع بنتي يعني. هذه هي احد الصور الجميله الله يسلمك. الله يبارك فيك. تزوجت وراها. بعدين اضطريت انه انا اكون قريب عليها لان هي هم طبيبه، وكانت اختصت بفرع التحليلات السرطانيه الباثولوجي يعني امراض دم كمان، وكان مقر عملها في بغداد. فانا ما ردت ابتعد عن بغداد عن العائله يعني، فبقيت بالعائله. فاختاريت فرع الانف واذن والحنجره للاسباب التاليه. السبب الاول كثره امراض الانف واذن والحنجره، اكثر امراض شيوعا هي امراض الانف واذن والحنجره. نعم. بصراحه يعني حتى الامراض السرطانيه تمام، الامراض السرطانيه لا تزال امراض يعني مش يعني شائعه، بس مثلا التهاب الجيوب الانفيه طبعا كثير من الناس يعانون. التهاب الاذن او امراض الانف والحنجره، امراض اللوز، امراض الصدر، امراض الحنجره. فاختاريت الانف واذن والحنجره لان انا عانيت من بعض امراض انف والحنجره بصراحه يعني. بس اول وحده كانت معاناتي انه اني كنت طفل، كنا نلعب طوبه بالكره، فانضربت على اذني هذه بالطوبه يعني. نعم. فاثرت على السمع مالتي يعني، صار عندي ثقب بالطبله نتيجه الضربه. وبعدين صار التهابات ذاك يعني تلك الايام ما كان موجود طبعاً. يعني اطباء يعني، فاثر شويه على السمع مالتي هنا هذه. فردت اصير انه لتعالج طبعا مثل حالاتك وتعالج نفسك ممكن طبعا، لانه بصراحه يعني بصراحه اي انسان عنده مرض ماكو واحد يحس بالالم اللي يعانيه طبعا اذا مو هو نفسه مصاب، بده يلاقي اي حل ليتخلص من المه من مشكلته. بالضبط. فهذه اثرت علي انه نتيجه قله السمع صار عندي طنين بالاذن. فردت انه يعني احاول اذا تخصصت بالانف واذن والحنجره انه هل اقدر اوجد علاج، لان انا عندي طموح للطنين كمان. نعم. انا من انا صغير عندي طموح. نعم. يعني حتى اتذكر انا كنت بالمتوسطه مره اكتشفت مثل القانون الرياضي يعني، بس ذاك الوقت كنت بالثالث متوسط، بس ماكو كانت الفاسيلتي اللي ياخذوني ويودوني. كان عندك هالطموح؟ كان عندي الشيء هذا يعني، عندي طموح، عندي واهس يعني. المهم فقلت انه ممكن انه القى علاج الطنين، وكثير من الناس مصابه بالطنين كثير بدون سبب، حتى بدون سبب. فصرت هذا السبب. السبب الثاني هو بكل صراحه يعني انا كنت اشخر. شخير مشكله كمان. مشكله. فحبيت انه اكون اول واحد اللي اقدر القى علاج للشخير يعني. والحمد لله يعني توفقت طبعا. يعني مثل ما شفت هنا طبعا هي احد اهم المقالات اللي انكتبت عن موضوع الشخير وعن طريقه اللي انت بالضبط طورتها يعني.
وهذه في الثوره كانت في علاج الشخير، لانه تعرفين بالنسبه للشخير هو مرض لا يمكن علاجه، علاجه الوحيد مو بالادويه، اكو ادويه بس الادويه لا اكو سبب. طبعا بس اكثر شيء ماكو سبب. لازم نعرف السبب لعلاج الشخير بالضبط. ونعالج السبب دائما. نعم. بس مرات يعني تبقى نتيجه السبب يصير ضعف باللهاء، فيبقى المريض يشوخر حتى لو تعالجين. طيب شو الطريقه اللي عملتها؟ الطريقه اللي عملتها انا بديت بالصدفه يعني. كيف؟ صراحه لانه الشيء الوحيد المتوفر ذاك الوقت بالتسعينيات انه نقص البلعوم بسان المسمار، عمليه مؤلمه لمده اسبوعين او ثلاثه، نجاحها 70%. وجراحه بتضلها جراحه طبعا. بعدين سوينا ريفيو، يعني شفنا المرضى اللي اشتغلنا عليهم كل انواع العمليات اللي نسويها على الشخير، شفنا مريض 15% فقط من المرضى وراء 5 سنين اللي هم بعدهم ما عندهم شخير، الباقي رجع الشخير عندهم. فش ما تعملين الشخير هو، فاني من نقصه 70% ينجح 30% ينجح، يعني ظلم. طبعا تعرضين المريض الى عمليه بها مخاطر بها مضاعفات وما تنجح اخر شيء طبعا. ففكرت انه اذا بدون ما اقص، لان الفكره من القص انه يصير نسميه سكار يعني جرح يلتحم، اثار معينه فيلتحم بالياف قويه، فالمفروض يوقف التذبذب. فانا قلت اذا القى في الطريقه اوقف التذبذب حتى لو مده اسبوعين 3، هل هذا ياثر على الشخير لو ما ياثر؟ فبديت استعمل ماده بس بتراكيز قليله جدا وكميات قليله، واشوف المرضى ورا شهر تفاجأت انه حوالي 50% من المرضى او 40% من المرضى قالوا الشخير مالنا تقريبا تحسن الى درجه. بعدين انا بديت احور. نعم. فقمت حولتها الى طريقه انه العلاج مو بس للاختبار، اختبار وعلاج. نعم. فاذا اطل الابره بالبلعوم واشوف المريض ورا شهر. نعم. اكو 3 سيناريوهات، اما الزوجه او الزوج يقول الشخير تحسن الى درجه كبيره واني يعني سعيد بالموضوع، نقول له طيب تعال بعد من يرجع الشخير عندك. نعم. او يقول لا تحسن بس مو تحسن ذاك التحسن، نعطيه جرعه ثانيه. يعني فيها متابعه القصه. فيها متابعه، واذا ما تحسن تماما نعطيه جرعه ثانيه، وهكذا الى 3 جرع. اذا ما تحسن ورا 3 جرع بالتاكيد نقدر نقول للمريض انت لا تتقرب على العمليات ابدا، لان ما راح تفيدك العمليات. كمان كان نوع من التجربه والاختبار مشان تاكيد اذا كانت العمليه راح تنجح باسوا الحالات. خلينا نقول نعم. فنقول له لا تعرض نفسك للعمليه ومخاطر عمليه ومضاعفات العمليه. فنشرت بحوثي اللي صارت لها هذا. بعدين اجيت الى دبي. نعم. من اجيت دبي بديت اريد احسن، يعني ليش 70% ممكن اسوي اكثر. بعدين شفت انه احنا تعرفين 85% من البشر الحاجز الانفي والوتيره مع الانف مش مو مستقيم، مايل، بس المريض ما بيشعر بها شيء. اما ان يصير عنده مثلا في المضاعفات نتيجه ذلك، مثلا صار عنده زكام واثرت على الجيوب الانفيه مالته، يروح على الطبيب يقول له نتيجه انحراف الانف الحاجز الانفي، او انه ما يتنفس، او يجي يقول انا دا اشخر. فشفت ان اعدل الحاجز الانفي او احرق شويه من اصغر اللحميات مال الخشب واطل ابره، التحسن يصعد من 70% الى 90 او ربما اكثر. ممكن شيء عظيم. نعم. يعني انا اشوف مرضى ذاك الاسبوع شفت مريض من اخواننا السوريين انا مسوي له عمليه للحاجز الانفي ومطيه ابره سنه 2011 ولحد الان ما عنده شخير، ما شخر ابدا. المشكله يعني حليت له المشكله. يعني هو مو بس حليت له المشكله له دكتور، حليتها لزوجته بالضبط طبعا يعني بنفس الغرفه. يعني لو اذكرش قصص يعني قصص عجيبه غريبه يعني عندي مرضى جوني من اتذكر جانا هذا الطيار من ساوث امريكا. ايه كان عنده مشكله شخير، سمع عني ويجي كل الطريق هذا، اجى لدبي قال لي انا حياتي الزوجيه في خطر يعني،
زوجتي مهددتني بالانفصال يعني، ما بقيت بستة يعني. والحمد لله صار لها 7 سنين طلعت الانجكشن سويت وهو مسوي فعلا هو موضوع الشخير، لانه احيانا الشخير بيطلع بسيمفونيات مختلفه. بالضبط. اتذكر جدتي مريضه مثلا، ولو هذا يعني بس قصه حلوه يعني. جدتي مريضه مثلا، هذا مريضه جدتي قالت لي دكتور انا اجته يعني انت اخر شانس واخر حل الي، مو بس شخير بس كحياتي ومستقبلي. انت شلون تشيل يعني؟ قالت لي انه انا راح اتزوج بعد 6 اسابيع. المشكله انه انا مطلقه بسبب الشخير. دا يزوجني انه زوج الشواخر، وانا خاف اقول له انه انا شواخر، انا ما يزوج، واني ما ادون يعني ما اريد افقد هذا. اوكي انت عندك عوامل اخرى يعني، عندك انت بدانه وعندك يعني ناميات او فهذا تاثر على الشخير مالتي. كان التي دكتور ماكو طين يعني اجت على الابره يعني. بالمناسبه الابره تشتغل وين النساء اكثر احسن من الرجال. ليش؟ شو السبب؟ انا سمعت هذا الشيء من حد ما يشربون، يمكن بدانه ما عندهم مثلا يعني، هاي اكثر الاحتمالات. وسبب اخر يجوز لحد الان ما القى السبب يعني، رغم الدراسه يعني. انا في بحث متواصل بالموضوع. فقلت له اوكي، اعطيتها اختفت. قلت له خبريني ولا وتزوجت الاهم شيء ما ادري. راحت تزوجت، ما تزوجت بعد 6 اسابيع نفور، ورا 6 شهور 6 شهور ما بعدين جتي وياها رجل اخر معاه، ومعاهم ورا دبل يعني ضعف الوزن مالتها.